بقالنا كتير قوي ما نزلناش اي حلقة جديدة، وانا سايب الدنيا تجري وانا بتفرج. بس المرة دي حسيت اني لازم ارجع واتكلم، اقول وافكر معاكم يمكن نلحق نفسنا. في الاول اهلا بيكم في بودكاست على مزاجي. انا ابانو بنادر مقدم البودكاست، ويلا بينا نبدأ. عارفين اكتر حاجة مخيفة في الزمن ده؟ ان الذكاء الاصطناعي بيكبر واحنا بنصغر. الآلات بتتعلم واحنا بننسى ازاي نفكر. زمان لما كنا بنفكر في المستقبل كنا بنشوف الروبوتات وهي بتساعدنا، بس اللي بيحصل دلوقتي ان احنا اللي بقينا خدامين عند الذكاء الاصطناعي. مش بنفكر، مش بنقرر، مش بنتعلم. احنا بس بنسأل شات جي بي تي وخلافه: يا ترى هعمل ايه النهاردة؟ اكتب لي رسالة حب، فكرني في فكرة مشروع، قول لي اعمل ايه عشان انام. يا جدعان احنا بقينا بنسأل الآلة دي ازاي نعيش. كل حاجة بقت اوتوماتيك، لدرجة اننا بقينا بنحس اننا ملناش لازمة غير لما ندوس على اي زرار. بس السؤال اللي لازم اسأله لنفسي: هو الذكاء الاصطناعي فعلا بيخلينا اذكى، ولا بيخلينا اغبى بس مبسوطين؟ لما اعتمد على الآلة في كل حاجة حتى في ابسط القرارات، بفقد الثقة في النفس، بفقد احساسي بالمسؤولية، وبقلب بني ادم بس بريموت كنترول. تفتكر ان ده بيأثر عليك؟ ده بيأثر كمان على نفسيتك وانت مش واخد لبالك. انت بقت كل خطوة بتاخدها محتاج موافقة شات جي بي تي. طب فين الحدس؟ فين التجربة؟ فين الغلط اللي بنتعلم منه؟ يعني يقولك اغلط علشان تتعلم. دلوقتي انت ما بقتش تغلط، غلطك مبني على شات جي بي تي، مبني على الذكاء الاصطناعي. وكل يوم في حاجات كتير جديدة بتطلع. بقت كل حياتنا مبنية على مين هيجاوبني بدل ما افكر. طبعا الأخطر هنا هو الأطفال، الجيل الجديد اللي بيتولد وعينيه على الشاشات. أول لعبة وأول صوت أول ضحكة كلها صناعية، مفيش حاجة طبيعية. دلوقتي كلنا ملهيين ورا الشاشات. حتى انت دلوقتي بتسمعني ورا شاشة، ان كان موبايل او ان كان تلفزيون او حتى كمبيوتر او ان كان تابلت، ايا كان ايه، انت قاعد ورا شاشة. هتخلص ده هتروح على شات جي بي تي، هتروح على ايا كان في AI في الموضوع. الصور والفيديوهات بقت معمولة كلها بالذكاء الاصطناعي. مش عارفين نفرق بين الحقيقة والخيال. الولد شايف صورة بابا نازل من السما على حصان طاير وعليه جناحات وبيفكر انه بجد. الطفل دلوقتي بيكبر ومخه بيتشكل على ان اي حاجة ممكن تحصل، كل حاجة ممكن تتزيف. فين الفرق بين الصدق والكذب؟ فين الادراك؟ فين الضمير؟ فين المساحة اللي كان بيحصل فيها التأمل، التفكير، أو التخيل الحر؟ كل ده اتمسح، كل ده بقى ممسوح ومليان بيانات ملهاش روح. الطفل النهاردة لما يسأل سؤال، بدل ما يكتشفه بنفسه بيقول افتح شات جي بي تي عشان ادور، افتح اسأل AI عشان يجاوبني. مفيش رحلة، مفيش بحث، مفيش حتى شغف، مفيش اي حاجة ممكن حد يعملها علشان يتطور. مفيش اي حاجة جاهزة، كله جاهز. كل ده خطر. احنا بقينا شعب بيدور على اجابة مش على فهم. الكارثة الاكبر ان كل ده بيحصل واحنا فاكرين اننا بنتطور، بس الحقيقة اننا بنقع. بنهرب من التعب وبنهرب في الغلط، بس كمان بنهرب من حقيقتنا كبني ادمين. احنا اتخلقنا عشان نفكر، عشان نغلط، عشان نجرب ونفهم. النهاردة قبل ما تسأل أي ذكاء اصطناعي يعمل لك حاجة، اسأل نفسك الأول: أنا فين في المعادلة دي؟ هو أنا اللي بستخدم الذكاء ولا هو اللي بيستخدمني؟ هل عقلي لسه صاحي ولا نايم ولا متغطي بكود؟ هو ابني شايف قدوته فيا ولا في شاشة ما فيهاش لا قلب ولا إحساس؟ دلوقتي بقت كل الناس بتهرب إنها تسأل بعض، وبقت بتسأل الذكاء الاصطناعي. معلش، بس هو الذكاء الاصطناعي جاب الخبرة دي منين؟ هو مبني على أكواد وعلى معرفة مسبقة باللي انت مريت بيه. يعني كل ده مبني على حقائق وواقع حقيقي. كل حاجة ممكن تكون مفيدة لو استخدمناها صح، بس كل حاجة كمان ممكن تمحيك من الوجود لو سلمت لها زمام حياتك بالكامل. الذكاء الاصطناعي مش وحش، بس لما نعتمد عليه أكتر من نفسنا بنتحول لكائنات رخوة، بتعرف تاخد أوامر لكن مش بتعرف تحلم. خد لحظة كده، اقفل الشاشة
واسمع صوتك الداخلي، لسه شغال ولا اتبدل بصوت روبوت ناعم ومهذب بيجاوبك على كل حاجة من غير روح؟ خلي عقلك صاحي وخلي قلبك هو اللي يقودك، مش الكود ولا البرمجة. وفي نهاية الحلقة، لو الحلقة دي خلتك تفكر أو جعلت جواك حتة تفكر، شاركها مع اللي يهمك وبعتها لي. لو عايز تحكي لي انت شايف ايه حوالينا، اكتب في الكومنتات لو انت في اليوتيوب، ولو انت في سبوتيفاي او انغامي هستناك تدخل على تشانل اليوتيوب وتكتب لي في الكومنتات. انا ابو نادر، ودي كانت حلقة رجوع في بودكاست على مزاجي، لان مزاجك هو مزاجي ومزاجك ده على مزاجي. سلام.